واحنا امبارح شفنا ربنا بيكلمنا امبارح، كان بيكلمنا بيقول انا فوق اهو. انا الساعة 10 4 دقايق كان ربنا بيتصل بينا اتصال لا تنسي، بيقول يا مفتريين يا ظلمة يا اللي عمالين تعرفينه بالليل، انا اهو، انا الله، انا الله لا اله الا انا. ايه اللي حصل امبارح؟ الناس كانت زي الارانب امبارح، والله الارانب كانوا احسن منهم امبارح. الناس كلها سابت البيوت وطلعت تجري في الشوارع، النسوان والرجاله والاطفال والشبان الكل عامل ارانب امبارح في الشوارع، طلعوا يجروا ليه؟ عشان 10 ثواني. يعني لو كان الزلزال امبارح استمر دقيقة، هو استمر 6 دقيقة 10 ثواني، لو استمر دقيقة كان لقاؤنا اليوم يوم القيامة، ما كناش هنلتقي النهارده مع بعض، كنا كلنا موزعين امبارح. والعجيب ان لاول مرة في التاريخ يحصل زلزال مركزه في القاهرة. يا لطيف يا رب. آمنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور، ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. ربنا امبارح كان بيدينا درس، الدرس استمر 10 ثواني بس، احنا قاعدين في امان الله والناس قاعده تتكلم، بس تلاقي البيوت بتتلخلع زي دكتور الاسنان ما يمسك الدرس بالكلبشات ويهز فيه، بتتلخلع من الجذور. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وحد الله، وحد الله، لو لا اله الا الله. لاول مرة في التاريخ يحصل زلزال يكون مركزه القاهرة. حصل امر الزلازل مكان مركزها القاهرة، امر الزلازل مكان مركزها القاهرة. امبارح كان الزلزال الوحيد اللي كان مركزه القاهرة. ليه؟ لان اهل القاهرة نسوا الله، 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 اهل القاهرة نسوا الله. المعاصي كثرت، الربا ملا البيوت والبطول، الدعارة انتشرت، القمار طول الليل. وبعدين واحد بيقول يا اخوانا ميكروفونات الفجر مش عايزين نسمع اذان الفجر، ربنا قال له هسمعك الرعد في ودانك، انا ههز البلد، عايزاه هزه عنيفه، هسمعك ان اللي بيقول الله اكبر لا يؤتي الاذان. انا هخليك تعمل ارنب اللي بتقول مش عايز اسمع اذان الفجر، بدل ما تقول ميكروفونات الفجر قول الميكرو جيت. انما الميكروفون لا، الماكرو جيت والماكرو جيت بان عن عري يدافع عن الفضيله. انما الله اكبر انا هوريك ان الله اكبر، هخليك تطلع في الشارع. الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت هجروا البيوت. اللي كان نايم قام من النوم مسعور، اللي بيشرب كوبايه شاي وقعت من ايده، اللي ماشي داخ ومفاصله فكت، العربيات فقفشت، البيوت اتدربكت، البيوت الضعيفه نزلت. الراجل بتاع مرار اسكندريه بيقول انا لقيت المرار بيهتز هزه عنيفه. زلزال هز القاهره واسكندريه وطنطا وبنها والمنصوره وضمنهور والمحافظات وبني سويف والمنيا والفيوم، ووصل لغايه قنا. من الذي حرك هذه الارض؟ هذه الحركه ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وحد الله لا اله الا الله وسمعني الصلاة عليه.
ربنا بيدي انذار الاول، اذا ما نفعش الانذار بيدمر. بيدي انذار الاول 10 ثواني. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. 10 ثواني 10 ثواني الدرب في الدنيا الدربكة دي خلوا النسوان تصوت والرجاله تطلع تجري واللي شايل عيل واللي شايل سرير والدنيا متربكه. ايه اللي حصل يا اخوانا؟ البيوت عماله تهتز، البيوت المسلحه عماله تهتز من القواعد من 10 ثواني. ان بطش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد. ده درس يجب ان لا ينسى، ولذلك بعد ما سمعنا الصلاه على الحبيب النبي محمد ربنا بيقول لهم فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون. ربنا بيقول فاذكروني اذكركم، بيقول نحن هنا انني انا الله لا اله الا انا ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون او امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. ربنا بيدينا انذار الاول، بيقول لي اللي بتقول ان الاذان بيفكرنا بصفارات الانذار، بيقول الاذان ما يفكرش بصفارات الانذار. انا بديك وبدي امثالك انذار. يا من نسيت الله وافتريت على الله، ده الانذار، ده هو الانذار مش الاذان اللي انذار. الاذان عمره ما كان صفارة انذار، انما الانذار ان تخرج من بيتك فرارا من الموت فتجد الموت امامك. امنع هز البيوت لو كنت راجل، لو كان عندك قوة امنع الارض ان تهتز تحت قدميك. ولذلك شوف الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرنا بيقول لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الاوجاع التي لم تكن في اسلافهم. ده انذار. ان ما كناش هنتعظ من درس امبارح، ان ما كناش هناخد عظة من درس امبارح، هي القاهرة بدأت تاخد زلازل. بدأت الزلازل بعد ما كانت في امريكا وبعد ما كانت في دول الكفر اصبحت النهارده الزلازل في بلادنا. الزلزال اللي بتاع امبارح ده المسلم ما يصحش ينساه ابدا، درس لا ينسى. كل الامنين هربوا من بيوتهم، النائمون قاموا والمتحدثون وجموا والجالسون خافوا والشوارع امتلأت بالنساء والرجال والشباب والاطفال من اي شيء. ان بطش ربك لشديد. سأل الله. سمعني بقى كده الصلاة على الحبيب النبي محمد. يبقى 10 ثواني بتوع امبارح دول انذار. اذا الانذار ما نفعش يبقى في غارة، والغارة هنا مش على المواقع، الغارة هنا هتاخد الكل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول كده، بيقول ايه؟ سمعنا الصلاة على الحبيب قل اللهم صل عليه. الغارة النبادي هتاخد الكل، وبعدين الناس الصالحين هتتاخد مع غيرهم. ربنا لما امر جبريل انه يخسف الارض بقرية
جبريل قال له يا رب ان فيها عبدك فلان الصالح، اعمل ايه؟ قال له يا جبريل به فابدأ، فانه رأى المنكر فلم يتغير وجهه من اجلي. وربنا بيقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. النقمة بتاخد الكل. الناس اللي بتحارب ربنا ان ما كانوش هيكفوا عن حرب الله، الله لا يغلب. ربنا مش هينزل سلاح ولا هينزل مشاه ولا مهندسين ولا الغام ولا طيران ولا دفاع جوي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون. وحد الله يا مسلم لا اله الا الله. الدرس بتاع امبارح انذار، والانذار تحفظه الله، وبعد الغارة كما قال الله تعالى فإذا هم خامدون. الكل تحت الأنقاض، الكل تحت الأنقاض. جميع العمارات الشائقة بالأمس في ظرف 10 ثواني كانت تهتز كالريشة في مهب العاصفة. الدرس ده ربنا درسه لنا في القرآن، عليه ربنا وحد الله. ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وان تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون. ولما وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. اللي حب النبي سمعنا الصلاة عليه اسمع التراث الإلهية. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. مهما جبتنا من آيات هنسمي ده سحر ومش هنؤمن بما جئت. حاجة غريبة، الاسلام النهارده بيحارب من الذين سموا انفسهم مسلمين. المهم ان في حملات ضد الاسلام مركزة، وللاسف لقوم يتسمون باسماء المسلمين. يا مسلما تدعي الاسلام مجانا هلا اقمت على دعواك برهانا. سمعنا الصلاة على الحبيب النبي محمد. الانذار انذار بالزلازل، خسف ومسخ وريح حمراء، امراض مؤذية. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين.